كذا حد سألني على الأونكس بوكس أو القارئ الإلكتروني، فتعالى أقول لكم إيه مميزاته وإيه عيوبه وكمان تشتروه منين. أول حاجة لازم تعرفها إن القارئ الإلكتروني فيه أنواع كتيرة جدا منه، زي الإي ريدرز ودول اللي ينطبقوا على الحاجات اللي تعرف تقرا منها بس، أو النوتس ودي الحاجات اللي ممكن تستخدمها في الرسم أو في الكتابة وكمان في القراية، وفي حاجات أكتر من كده بكتير. اللي عندي هو قارئ إلكتروني من نوع الإي ريدرز، ده اللي تقدر تقرا عليه بس. طيب أنا ليه اشتريت أونكس بوكس وما اشتريتش كندل؟ لأن الكندل هو مقيد جدا. أولا هو بتنزل عليه تطبيق كندل بس، أو بتنزل عليه PDFs. كمان تطبيق كندل اللي بتشترك عليه Unlimited مش بيفتح لك كل الكتب زي ما احنا فاكرين، يفتح لك معظم الكتب بس في كتب هتضطر انك تشتريها. ولكن في الأونكس بوكس فانت تقدر تنزل عليه البلاي ستور عادي وتنزل تطبيق أبجد، او تنزل التطبيقات التانية اللي مسموح لها بحقوق النشر. طب ايه عيوب الأونكس بوكس؟ بص، هو تقريبا ان احنا ما عندناش في مصر حد بيبيع أونكس بوكس الا 2، يعني لو حصل له حاجه انت هتضطر ان انت ما تعرفش تصلحه للاسف، فلازم تحافظ عليه. اما الكندل فهو عنده ضمان سنة ويوم، هيقول لك مش هنصلحه. من عيوب الأونكس بوكس عشان هو قارئ إلكتروني، هو هتلاقي التقليب بتاعه أو الحركة بتاعته بطيئة شوية، حتى لو سرعتها مش هتلاقيها أوي، ولكن في تقليب الصفحات بيكون أسرع بكتير. ولكن استخدام التطبيقات أو التحميل بيكون بطيء شوية. البطارية بتاعته ممكن تخلص بسرعة بسبب لو انت فاتح الواي فاي على طول أو مستخدم البلوتوث بشكل مستمر، لكن لو انت قافلهم، أنا ده 74% وشحناه حرفيا من 4 أيام. يجي لي السؤال اللي أنا سألت عليه كتير، أشتريه منين وبكام؟ أنا عن نفسي كان من حظي إن في حد بره مصر، فاضطريت إن أنا أخليه يجيبولي وهو جاي. في مصر الموضوع كان صعب عليا لأن مفيش إلا صفحتين بس اللي بيبيعوه. أول واحدة هي كوتوبيا ستور، هم عندهم دلوقتي ممكن يوصلوه لك في خلال يومين، بس هم بيبيعوه ب11.5، والفيرجن فعلا زي دي بالظبط بوك 5. وتاني مكان هم سمارت بوك، ودول بس مش عندهم الأونكس بوكس ده، لا ده عندهم قراءات إلكترونية مختلفة يتراوح سعرها من أول 5000 جنيه لحد 20,000 جنيه. وطبعا قبل ما تشتري أي جهاز حاول تسأل عن العيوب والمميزات بتاعته، ولو انت عندك أي سؤال عن الإي ريدرز سيبولي في الكومنتس وأنا هرجع أرد عليك.